تريحه خطره. يا ساتر، جوه جول، يا ساتر. منطقة الجزاء. لا 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 لا. في مباريات بننساها تاني يوم، وفي مباريات بتفضل معلمة جوانا سنين. مصر والمغرب دي مش مجرد كورة، دي حكاية طويلة فيها فرح قليل ووجع كتير. حكاية كل ما افتكرنا انها خلصت ترجع تفتح جرح قديم. دي منافسة مش زي أي منافسة في أفريقيا، جيل ورا جيل، أهداف ضاعت، أهداف ما اتنستش، قرارات قلبت التاريخ. وكل مباراة ليها قصة محدش حكاها لك قبل كده، من العقدة القديمة سنة 61 لمفاجآت صلاح وكهربا. الفيديو ده هيكشف لك أسرار ووقائع كل هدف، كل لحظة، كل حدث كان سبب في تغيير التاريخ بين الفرقتين. حضر نفسك، لأن الحكاية أكبر من أي ماتش. لو بتحب الكورة وحكايتها فأنت أكيد مكانك معانا هنا. اعمل لايك واشترك في القناة وركز معايا، عشان اللي هنقوله في الفيديو ده مش مجرد تاريخ وأرقام، الموضوع أكبر من كده بكتير. الحقيقة إن تاريخ مواجهات مصر والمغرب يعتبر نموذج فريد لصراع الفكرية الكروية في أفريقيا، وده عشان الصراع ده صراع بين الواقعية التكتيكية والصلابة الفكرية اللي بتمثلها مصر مع المهارة الفردية والأداء الجمالي اللي بيمثله المغرب. بداية الحكاية بترجع لأوائل الستينات، عشان المقابلات الأولى ما كانتش مجرد مباريات ودية، كانت ساحة كل منتخب عايز يثبت فيها زعامته الإقليمية. وندخل في الجد على طول ونروح لأول مقابلة بين المنتخبين في دورة الألعاب العربية، المقابلة اللي بدأت بس لسه ما انتهتش لحد اللحظة دي. في يوم 10 سبتمبر سنة 1961 في استاد مليان على آخره في الدار البيضاء اتقابلت مصر والمغرب لأول مرة. ومحدش وقتها كان متخيل إن اللي هيحصل هيكمل معانا أكتر من 60 سنة. مصر وقتها اتقدمت مرتين عن طريق طه اسماعيل نجم الأهلي ورضا نجم الإسماعيلي، وكل حاجة كانت بتقول إن الماتش خلصان. بس المغرب قدام جمهوره رفض القصة دي ورجع في النتيجة، والماتش وقف عند التعادل. بس ما كانش شبه أي تعادل، عشان مصر اعترضت على التحكيم وانسحبت من الملعب، والقرار بعدها خلى النتيجة تتحسب للمغرب 3-2. ومن اللحظة دي ما بقتش مباراة، دي بقت بداية عقدة فضلت تطلع مع كل مواجهة بين مصر والمغرب، عشان بعدها ب10 سنين وبالتحديد يوم 14 مارس سنة 1971 يتلعب أول لقاء رسمي بين المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 1972 في الدار البيضاء. والحقيقة إن لقاء الذهاب ده كان فيه تفوق واضح وصريح لأسود الأطلسي، اللي سيطروا تماما على اللقاء سواء لعب أو نتيجة، عشان تنتهي المباراة بفوز المغرب بنتيجة 3-0. مصر في المباراة دي كان بيغيب عنها الهداف الأول للمنتخب وهداف الترسانة كابتن حسن الشاذلي. وبعدها بشهر وبالتحديد يوم 16 إبريل بيتلعب لقاء العودة على استاد القاهرة، المباراة اللي مصر ظهرت فيها بأداء أفضل بكتير من مباراة الدار البيضاء. وبالفعل مصر قدرت تحرز 3 أهداف عن طريق حسن الشاذلي هدفين وطه بصري هدف، لكن المغرب أحرزت هدفين عشان ينتهي اللقاء بنتيجة 3-2 وتصعد المغرب بمجموع اللقاءين 5-3. ونروح لتالت لقاء بين الفرقتين وتاني لقاء رسمي يوم 9 مارس سنة 1976 في استاد أديس أبابا الوطني. اتقابلت مصر والمغرب في أول جولة من الدور النهائي لكأس الأمم الإفريقية. المغرب دخل الماتش بهدوء وصبر، وفي الدقيقة 23 أحمد فراس قدر يترجم السيطرة دي لهدف أول. مصر ما استسلمتش، وبعدها ب 11 دقيقة بس أحمد أبو رحاب عدل النتيجة في الدقيقة 34 ورجع الماتش لنقطة البداية. الماتش فضل ماشي والأعصاب فضلت متوترة بين المنتخبين لحد ما دخلنا الدقيقة 88. لحظة واحدة بس كانت كفاية، عبد العالي الزهراوي سجل الهدف القاتل، هدف منح المغرب نقطتين غاليين جدا في نظام النقطتين وقتها. الهدف ده ما كانش مجرد فوز على مصر، ده كان الخطوة اللي فتحت طريق المغرب لتحقيق لقبها الإفريقي الوحيد بعد كده. وفي المقابل كانت بداية مرحلة صعبة لمصر، خرجت فيها من الدور النهائي من غير ولا فوز. وبعدها ب4 سنين وبالتحديد يوم 21 مارس سنة 1980 على ملعب لاجوس الوطني في نيجيريا اتجددت المواجهة بين مصر والمغرب في مباراة
تحديد المركز الثالث لكأس الأمم الإفريقية. مصر دخلت المباراة وهي لسه متأثرة بخسارة نص النهائي قدام الجزائر بركلات الترجيح، وده كان واضح على الإيقاع والتركيز. المغرب قرا الحالة كويس واستغل التفوق البدني والتنظيمي. في الدقيقة 9 خالد الأبيض افتتح التسجيل بدري وفرض واقع جديد على المباراة. الماتش فضل تحت السيطرة المغربية لحد ما رجع نفس اللاعب وفي الدقيقة 78 وسجل الهدف الثاني اللي أنهى أي أمل في العودة. اللقاء ده أكد إن التفوق المغربي في الفترة دي ما كانش فني وبس، لكن بدني وذهني كمان. من أول الثمانينات المنافسة بين مصر والمغرب خرجت من إطار ماتشات البطولة ودخلت مرحلة أخطر. بقى في حاجة أكبر على المحك: تذكرة كأس العالم. كل مرة مصر تحلم بالوصول للعالمية كانت بتلاقي المغرب واقف في طريقها. المواجهات ما بقتش جوه الملعب بس، دي بقت قضية رأي عام في القاهرة والدار البيضاء. يوم 26 إبريل 1981 في الدار البيضاء المغرب كسب 1-0 في مباراة اتبنت على انضباط دفاعي صارم خنق كل مفاتيح اللعب المصرية. وبعدها ب 12 يوم وتحديدا في 8 مايو 1981 اتلعبت مباراة العودة في استاد القاهرة. الجماهير كانت مستنية رد فعل، لكن اللي حصل كان صدمة. تعادل سلبي 0-0 خلى مصر تخرج من التصفيات وسط دهشة الجمهور. جمهور ما كانش متعود يشوف منتخب بلده عاجز على أرضه. وفي سنة 1985 السيناريو اتكرر تاني لكن بشكل أقسى. البداية كانت في القاهرة يوم 12 يوليو، تعادل سلبي تاني زود الضغط بدل ما يخففه. بعدها ب 16 يوم، يوم 28 يوليو 1985 كل حاجة اتحطت على مباراة واحدة في الدار البيضاء. بس في الدقيقة 32 جت اللحظة اللي ممكن تغير التاريخ: ركلة جزاء لمصر. جمال عبد الحميد يدخل عشان يسدد ويضيع الكورة. الدقيقة دي قلبت كل حاجة، عشان بعدها ب5 دقايق بس محمد تيمومي سجل الهدف الأول في الدقيقة 37. ومع انهيار المعنويات عزيز بودربالة أنهى الحكاية تماما بهدف تاني في الدقيقة 82. المغرب اتأهل لمونديال المكسيك وكتب صفحة جديدة في تاريخ إفريقيا كأول منتخب إفريقي يتصدر مجموعته في كأس العالم. أما مصر فخرجت مرة تانية من الحلم العالمي عند نفس الخصم. 17 مارس 1986 في استاد القاهرة الدولي قدام أكتر من 95 ألف متفرج، كلهم جايين لهدف واحد بس: ياخدوا بطارهم. عشان من شهور قليلة عدت مصر خرجت من حلم كأس العالم على إيد المغرب، ودلوقتي الفرصة جت قدام نفس الخصم في نص نهائي كأس الأمم الإفريقية اللي بيتلعب على أرض مصر. المدرب الإنجليزي مايك سميث دخل المباراة بتشكيل بيغلب عليه الخبرة. خبرة بتتمثل في ثابت البطل مثلا في حراسة المرمى، أشرف قاسم وربيع ياسين في الدفاع، مجدي عبد الغني في خط النص، محمود الخطيب في الهجوم. والمباراة كانت مشدودة جدا وكأن الزمن واقف لحد الدقيقة 79. بتيجي ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، بيخش طاهر أبو زيد بتسديدة واحدة قذيفة بالشمال ما شافهاش بدو الزاكي غير وهي في الشبكة. هدف عمل انفجار في استاد القاهرة وكأن الزمن وقف لثواني. الهدف ده ما كانش بس تذكرة للنهائي، دي كانت صرخة تحرر. لحظة قالت إن مصر قدرت أخيرا تكسر الهيمنة المغربية، والأهم إنه فضل الانتصار الرسمي الوحيد لمصر قدام المغرب لأكتر من 30 سنة. ومع دخول التسعينات شكل المواجهة اتغير. المغرب دخل مرحلة جديدة، جيل كامل من المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية، سرعة أعلى، قوة بدنية أوضح، وعي تكتيكي خلى الكفة تميل بشكل ملحوظ للمغرب. ومن هنا بدأت واحدة من أصعب الفترات على مصر في تاريخ المواجهات. ونروح ليوم 17 فبراير 1998 في ملعب وجدوجو البلدي، دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 98. المباراة كانت ماشية ناحية التعادل السلبي، مباراة هادية مملة لحد الدقيقة 90. وفي لحظة واحدة بس كل حاجة اتغيرت. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، مصطفى حج بيستقبلها ويطلع بمقصية خلفية مذهلة سكنت شباك نادر السيد. هدف اتسجل في الدقيقة الأخيرة وتحول فورا لأحد أجمل الأهداف في تاريخ البطولة. ورغم إن مصر كملت طريقها وقدرت تفوز باللقب تحت قيادة الراحل محمود الجوهري، إلا إن المقصية دي فضلت حاضرة مش كهدف بس لكن كرمز لهيمنة مغربية نفسية فضلت مكملة في ذاكرة المواجهات. في تصفيات كأس العالم 2002 المواجهة رجعت تاني بين مصر والمغرب، بس المرة دي كانت أصعب بكتير على المنتخب المصري. مباراة القاهرة يوم 28 يناير 2001 خلصت بالتعادل السلبي، بس الحقيقة إن النتيجة دي عمرها ما كانت هي الحكاية اللي الناس لحد دلوقتي فاكراها، عشان الناس فاكرة مشهد واحد بس:
طارق السعيد بيراوغ الحارس والمرمى فاضي، فرصة أسهل ما تكون، والكورة بتضيع بشكل غريب جدا. لقطة لحد النهاردة بتتلخص في جملة واحدة بس: إزاي دي ضاعت؟ وبعدها بشهور جه ماتش العودة في الرباط يوم 30 يونيو 2001 على ملعب الأمير مولاي عبد الله. المغرب كان هادي وواخد الماتش على إنه فرصة تحسم كل حاجة، وفي لحظة واحدة بس مصطفى حجي بيسجل هدف وحيد، لكنه كان كفاية يقفل باب المونديال قدام مصر رسميا. ماتشين، فرصة تاريخية ضايعة في القاهرة، وهدف قاتل في الرباط، ومن هنا اتحول حلم مونديال 2002 لذكرى موجعة، وتأكد إحساس الجماهير إن المغرب بقى عقدة حقيقية في الفترة دي. من 2006 ل 2010 مصر كانت ملكة إفريقيا بلا منازع، 3 بطولات متتالية، جيل تاريخي وأسماء مرعبة لأي منتخب. لكن الغريب إن في منتخب واحد بس فضل واقف قدامهم، منتخب المغرب. في أفريقيا 2006 مصر بتلعب على أرضها قدام جمهورها بالعدد الكامل، ضغط من أول دقيقة لآخر ثانية، ومع ذلك بتنتهي المباراة 0-0. مش بس كده، المغرب كان المنتخب الوحيد في البطولة كلها اللي مصر ما قدرتش تسجل فيه ولا هدف. بطولة كاملة مصر كسبتها، بس العقدة فضلت موجودة. والقصة ما وقفتش عند البطولة دي. في البطولات اللي الناس بتسميها سنوية زي ألعاب البحر المتوسط ودورة الصداقة، المواجهة كانت دايما حاجة من الاتنين: يا إما تعادل يا إما المغرب تكسب. وده أكد إن الموضوع مش جيل أبو تريكة ولا جيل حسن شحاتة ولا حتى لحظة معينة. الموضوع كان أعمق من كده بكتير. كان هوية منافس عارف إزاي يقفل اللعب ويكسر هيبة مصر وقت قوتها. وبعد سنين طويلة من المحاولات مصر دخلت مرحلة مختلفة تماما، مش لعب مفتوح ولا سيطرة شكلية، لكن واقعية قاسية. جيل محمد صلاح ما كانش بيدور على مكسب حلو، كان بيدور على مكسب وبس. الجابون 2017 في ربع نهائي أفريقيا، وبالتحديد يوم 29 يناير على ملعب بورت جنتل بأرضية ملعبه السيئة جدا. الماتش ما كانش كرة ممتعة، كان خناقة كروية، التحامات، أعصاب مشدودة، وكل دقيقة بتعدي العقدة بتكبر. لحد الدقيقة 88 ركنية لمصر، الكرة تنزل في الزحمة، ارتباك لحظة واحدة في دفاع المغرب، وكهربا بيظهر فجأة، تسديدة جوه الجون. مش مجرد هدف، ده كان أول فوز رسمي لمصر على المغرب من سنة 86. 31 سنة كاملة اتكسرت في ثانية. الهدف ده ما حررش الماتش بس، ده حرر العقلية، حرر جيل كامل كان داخل أي مواجهة مع المغرب وهو شايل التاريخ على ظهره. من اللحظة دي مصر ما عادتش بتلعب ضد منتخب، مصر لعبت ضد خوف قديم وكسبت. يوم 30 يناير 2022 في ربع نهائي جديد، لكن المرة دي في ياوندي، أجواء نارية، ضغط جماهيري، وتاريخ لسه بيتفتح. الماتش بيبدأ بأسوأ سيناريو. في الدقيقة 7 ركلة جزاء للمغرب، سفيان بوفال بيترجمها الهدف. مصر بتتأخر بدري، والسؤال القديم رجع: هل العقدة رجعت؟ الشوط الأول بيعدي تقيل جدا، مصر كانت هادية بس مكسورة. الشوط الثاني في الدقيقة 53 لخبطة قدام منطقة الجزاء، الكرة بتوصل لمحمد صلاح، لمسة واحدة وقرار سريع، تسديدة، جول. مش بس هدف تعادل، ده كان هدف طمأنة، رسالة إن الماتش لسه في إيد مصر. المغرب بيحاول يرجع، مصر بتقفل المساحات، والدقايق بتعدي لحد ما الماتش يدخل أشواط إضافية. وهنا اللحظات الكبيرة بتطلع من الكبار. صلاح بيستلم على اليمين، بيعمل مراوغة ذكية، خطوتين، الدفاع المغربي بيتأخر نص ثانية، عرضية، بس مش أي عرضية، عرضية على طبق من ذهب لتريزيجيه اللي دخل زي القطر، ومن لمسة واحدة حطها في الجول. 2-1 لمصر. الهدف ده ما كانش مجرد هدف تأهل، ده كان إعلان رسمي، إعلان إن مصر ما بقتش تخاف من التاريخ، وإن المغرب ما بقتش عقدة مصر، وإن المواجهات الإقصائية بقت مصرية. ومن الجابون لياوندي العقدة اتكسرت وبعدين اتدفنت. تاريخ مواجهات مصر والمغرب مش أرقام محفوظة في كتاب، ده صراع أجيال اتكتب بالعرق والوجع واللحظات الحاسمة. من انسحاب 1961 لمقصية مصطفى حجي في 98 لحد ريمونتادا صلاح في ياوندي 2022، كل جيل دخل الملعب وهو شايل ميراث اللي قبله. الأرقام الإجمالية تميل للمغرب، لكن كرة القدم ما بتتحسبش بالحسابات دي، بتتحسم في النفس الطويل والخبرة واللحظة اللي تعرف فيها تكسب خصمك وانت تحت الضغط. وده بالظبط اللي خلى مصر تمسك زمام الأمور من تاني. والحقيقة الثابتة إن أي ماتش بين الفراعنة وأسود الأطلسي مش 90 دقيقة وبس، ده امتحان هوية ومعركة كرامة وصفحة جديدة بتتكتب في تاريخ أفريقيا. منافسة، بس مش من الأعظم في القارة، لكن من أقصى وأصدق المنافسات الكروية في العالم. وفي الآخر مصر والمغرب مش خصمين عاديين، دي حكاية اتكتبت على مدار 60 سنة، كل جيل بيسلم اللي بعده نار المنافسة ومش بس النتيجة. المغرب كسب بالتاريخ ومصر كسبت باللحظة، واللي جاي لسه مفتوح، لأن القصة دي عمرها ما بتخلص. وقول لي رأيك،
مين فعلا سيد شمال أفريقيا. ولو شايف إن الكورة لسه مخبية فصل أخطر من كده، ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا وأشوفكم على خير.